هذا الفيديو مخصص لأوهامك أو أوهامك اللي أنت بتقولها لنفسك بشكل أو بما. أحلام مع الأوهام مع الحقايق. علم النفس علمنا إن البني آدم بيكره الحقيقة بشكل أو بآخر، وإن هو بيعمل كل أفعاله في حياته عشان يتجنب الحقيقة أو المعظم يعني. ففكرة إن علم النفس أو السيربي ليه عملية معقدة وليه عملية مش سهلة، عشان هي بتخلص البني آدم من أوهامه، والأوهام بتعمل دفع، لأن البني آدم لما بيقرب من الحقيقة كل ما حياته بتبان له إن هو بيدمرها. كل ما يعرف حقيقة الأشخاص ويعرف حقيقة نفسه وحقيقة ماضيه كل ما هو بيستغرب وبيتن الأوهام كانت معشقة فيه، أو زي ما هي اللي داير حياته. أوهام كتير زي وهم مثلا إن الأمور هتكون جيدة بطابع اللي هو كده كده اللي جاي أحسن، وكده كده الأمور هتقول لشكل ما، ولكن ده يعارض الواقع ويعارض المنطق، لأن مفيش حاجة هتبقى كويسة طول ما أنت ما بتعملش حاجة كويسة. يعني أنت مفيش أمر هتسيبه وتقول لأ اللي جاي أحسن بدون ما تشتغل الأمر أحسن. ومن المفارقات الحلوة وهو جراف السيربي أو الرسم البياني لعملية العلاج. فدايما الناس بتفتكر ان عملية العلاج بتبتدي من هنا من نقطة صفر ثم تطلع فوق أب بس. والحقيقة ان هي مش كده، ان احيانا ومعظم الوقت انت بتكون في وضع في النص، والسيربي بينزلك لدرجة ان تشك في العلاج او في المعالج. ودي من خلال خبرتي مع ناس راحت علاج نفسي، سواء تجربة شخصية سواء قريب من هذا الكوميونتي، تلاقي معظم الناس بتشك في عملية العلاج وبتحس ان هي بقت أسوأ. وعشان كده اي حد بيقول لي ده بقول له استنى شوية، لان دي معناها ان العلاج مش كويس. لان العلاج لو خدك من هنا وسابك فوق، هو ممكن تجيلك أزمة تحت عمرك ما هتطلع منها. فالفكرة إن العلاج النفسي عبارة عن جراف أب وداون، وطول ما في الجراف ده طول ما أنت ماشي صح في العلاج. هتقولي ليه؟ هقولك عشان مهمة العلاج إن هو يكسر أوهامك أو يكسر العملية اللي أنت بتحمي بيها نفسك. وأكيد حد من اللي بيتفرج على الفيديوهات عارف ما هي السيلف ميكانيزم، واللي ما يعرفش هنشرح له ان السيلف ميكانيزم دي عبارة عن آليات دفاع عن النفس. ان انت زي ما بيقولوا بالمصري انت بتكذب الكذبة وبتصدقها. ففكرة بني آدم مليء بالأوهام، يعني مقولة ابن عطاء السكندري أكثر ما يقودك هو الوهم. وهنا يقصد ان اكتر حاجة بتقود البني آدم هي الوهم. وتيجي تحسبها هو فعلا البني آدم أكثر ما يقوده الوهم، وهم السيطرة، وهم النجاح، وهم السعادة، أوهام. لأن أنت في الأول وفي الآخر الحاجات دي تملكها مؤقت وتملك بوقت محدد، وأنت بتعتبر إن الحاجة بقت بتاعتك، ولكن في الأول وفي الآخر بمعرفة أعمق للحياة تعرف إن الحياة عبارة عن تبديل كراسي. ودي مش حقيقة مرة ولا حاجة أنت عارفها، ولكن آليات النفسية اللي لا وعيك هي اللي بتعمل ده عشان تحميك. فتبدأ تبني جواك أوهام، أو تبدأ تبني جواك الوهم المريح على رأي نيتشه. فالوهم المريح ده مهمته ان هو يحميك وحاجة حلوة، بس فكرة ان انت تشيله او تقرب من الحقيقة هتلاقي اوجاع اكتر، وده ناتج من مدى تسكين المخدر المسمى بالوهم. واتكلمنا على الوهم ده الامور تقول للأحسن بالطبع. ده أول وهم لازم تتخلص منه في حياتك. وتاني وهم هو وهم إن الآخرين يتربصون بك بشكل أو بآخر،
وإن العالم مش عايزك كويس وأنت بتحارب العالم. فعايز أقول لك يعني من خلال معرفة أنت بتحارب نفسك، العالم ولا بيحاربك ولا هو مهتم بيك أصلا. ما تعملش حاجات كتير في حياتك، الناس مهتمة بشكلك، الناس مهتمة برأيك، الناس مهتمة بالفيديو بتاعك. فكنت أنا فاكر نزلت وأنا بكسر الوهم ده، نزلت فيديو كان بيتكلم على فكرة إن أكثر شخص مركز معاك في حياتك هو بيديك من يومه لا يزيد عن 30-40 دقيقة، و30-40 دقيقة دي في ال24 ساعة متقطعة، يعني هيكلمك وهو في ميتنج، هيكلمك كده، فأنت بتحاول تثبت لنفسك إن فعلا العالم مش مهتم. فأنت بتبقى عارف المعلومة دي من جواك، ولكن الوهم المريح زي ما بيقولوا، الوهم اللي بيدفي هو اللي بيخليك مش مصدق إن فعلا الحياة كده. يعني أنا جيت كده ومحدش مهتم بيا بالقدر اللي أنا كنت متوقعه، والحياة قاسية كده. هي الحياة أقسى ما أنت تعرف، ولكن لما تعرف الحقيقة هتفهم إن المسؤول الأول والأخير عن حياتك هو أنت، وإن المسؤول الأول والأخير إن هو يطلعك من الطينة ومستوى الحياة الرديء اللي أنت فيه هو أنت. فدي حقايق مش سهل الكشف عليها، ومش سهل إن أنت تكسرها، لأن هي عايزة شخص شجاع. وأي حد دخل علاج نفسي هو فيه جزء من الشجاعة أن يتحرر من أوهامه. فالفيديو ده هو عبارة عن دعوة أن تتحرر من أوهامك. ويا عم لو ما بقيتش غني، يا عم لو ما سبتش ورث، يا عم لو عايز تعمل فينا جميلة، اتعالج وخفف من أوهامك وخفف من إسقاطاتك على العالم. لأن أنت طول ما أنا عندك أوهام، طول ما أنت عندك إسقاطات أكتر وأكتر. بس